تتخلص من هشاشة العظام، التهابات المفاصل، الروماتيزم، وكذلك بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من البرد والكحة والسعال والرشح ونزلات البرد وضيق التنفس. مقوية ولذيذة للكبار والصغار، والأكثر من هذا صراحة حتى بالنسبة للناس اللي تيكونوا صايمين. وصفة من وصفات ناس زمان، وصفات مهمتي العزيزة التي لا يعلى عليها. مازال باقا كنديرها لوليداتي وكذلك حتى لضيافي، وغادي نتقاسمها حتى مع متتبعاتي الغاليات. نتمنى أنكم تتابعوا معايا الحلقة حتى النهاية، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. الفطور أو العشاء ممكن أنك تعتمديها هي وتميرات أو لا شي حاجة اللي تكون خفيفة، خاصة أنها مقوية للمناعة. ونبداو على بركة الله وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. أول مكون كيف ما كتشوفوا معايا، عندي تقريبا واحد كاس لاروب ديال العدس. أنا العدس كيتعتبر من بين المكونات المقوية فصل البرد والشتا، كتخلينا نحسو بالشبع حتى بالنسبة للوليدات الصغار، ما تيخليوكش نهائيا تبرسطي معاهم في الليل بهاد القضية ديال الجوع اللي يلاه كيف بدات كتدخل ليهم الماكلة. هذه من جهة يعني ممكن أنك تعتمديها اليوم في العشاء، دون نسيان أنه غني بالحديد معالج لفقر الدم والأنيميا. كناخدوه كنديروه في واحد الطنجرة كيف كتشوفوا معايا، وكنضيفوا عليه الماء طيب غليان جيدا. تيفاء حب رشاد الغني بالكالسيوم، واللي أكيد كيحيد لينا آلام الركب، آلام العظام، وكذلك الآلام اللي كيكون في الكتفين. كنصحوكم أنكم تعتمدوا خلال هذه الفترة نتيجة المادة الرغوية اللي تكون فيها، واللي أكيد فوائدها كثيرة وعديدة. غادي نضيف كذلك القليل من الملح، وهنا بالنسبة لي هو راح ناخدينا قياس واحد المعلقة كبيرة عامرة فقط، لأنه كيزكا. غادي نضيف كيف شفتوا معايا القليل من الملح، ملعقة كبيرة من الزنجبيل أو سكينجبير على حسب القابلية ديالكم نتوما لهاد الأعشاب. وممكن أنك تضيفي غير معلقة صغيرة أونكا ديال ما بغيتيهاش تكون قاصحة. كناخد هاد المكونات كاملة نوضعهم في واحد الإناء كيف كتشوفوا معايا، وكنوضع عليهم الماء طيب غليان جيدا. نتوما وغادي نعاود لكم القصة اللي وقعت ليا البارح. هنا كتاخدي واحد جوج حتى 3 ديال الفصوص اللي تيكونوا كبارين. والبارح الوقت اللي جاو باش غادي ياكلوا هاد الوصفه، تيلقاو هذاك الشيء الطروفات تيسحب ليهم واش مخ ولا شي حاجه هكا. قلت لهم لا، هذيك راه نتوما كل مره كيحيدوا طرف، كل مره يحيدوا طرف، وما يقولوا لي ماني الدار دخلتي عليكم، دخلنا عليك بالله واش ما عرفتيش تحكيها، واش ما كاينش الحكاكه اللي تحكي فيها نتوما، واش دايراها بحال هكا كاين طراف. كل مره كنلقاوها بحال كنلقاو الذهب ديال، على الاقل كنعلك انك تحكي. قلت لهم بالعكس، هكا راه كتعطي الجهد ديالها ولا فوق ديالها اكثر، وفي نفس الوقت مقويه حتى بالنسبه للجهاز التنفسي بالنسبه للوليدات. غادي تضيفي القليل من زيت الزيتون فقط، وغادي نكونوا ضفنا واحد زلافه ديال البلبوله ديال الشعير اللي تتكون بلديه، ماشي اللي كتباع في الحوانت او الشيشه كيف كل واحد شنو كيسميها. غادي نضيف كذلك رأس ملعقة أو نصف ملعقة تقريبا ديال السانوج ديال حبة البركة، ولا ديروا غير راس معلقة. أنا كيعجبوني الأعشاب وكنعتمد بزاف فصل البرد والشتا على الأعشاب بالنسبة للوليدات ديالي. ضيفوا كذلك واحد المعلقة كبيرة ديال الزعتر، كتشديه كتحيدي ليه العواد، كنحكوه ما بين يدينا وكيطيب معاها من المرة الأولى كيف شفتوا معايا. وكنبدا كنحرك ونخلط، وما نساوش كذلك واحد جوج معالق كبارين عامرين من الحلبة الغنية بالكالسيوم. ما تقولش شي وحدة، والحديد كذلك ما تقولش شي وحدة لا حقا ورا واعرة وحقا، وهذا أحسن شيء للمرأة اللي كتحميها من السرطانات هي الحلبة. من بعد ما كتكون طابت عندي كاملة كيف كتشوفوا معايا، فوالا الشكل ديالها كتجي خاسرة عاقدة. كنقوموا بإضافة الحليب غير واحد الكونتيتي اللي قليله على حسب الرغبه ديالكم، كتعاودي تسخنيها، وكنضيفوا معها زيت الزيتون في الاخر كيف كتشوفوا معنا. بالنسبه لهاد الشوربه الشيشه او البلبوله كل واحد كيف كيسميها، ممكن انكم تعتمدوها في هذا الفصل ديال البرد والشتا، وغادي تعجب بزاف العائلات ديالكم الاسر ديالكم وحتى رجالكم، خاصه الا درتوها بالشعير اللي بلدي اللي كيتباع وكيتواجد
بالنسبة للناس اللي بغاو تنصيفطوا ليهم من هنايا خارج المغرب، مرحبا على الراس والعين. شوفوا معايا كيف كتجي رائعة ولذيذة وملبية، يا سلام سلم. أنا شخصيا ما بقاش منها بالمرة مع الوليدات ديالي. من بعد ما كتسربيها ضروري واحد الحكيكة ديال زعتر بلدية من الفوق وزيت الزيتون وبالصحة والراحة. مرحبا.